السلام عليكم. غادي نحكي لكم قصتان رأيت أن بهما ارتباطا في التماثل، يعني كيشبهوا بعضيتهم البعض، ولو أن بينهما فارقا زمنيا كبيرا، يعني ما جوش في نفس الوقت، إلا أن نمط التعامل الإنساني والنتائج تبقى متماثلة ومتشابهة ما دام الإنسان هو نفسه الموجود منذ بدء الخليقة. والعنوان مرتبط بالثانية كما سنرى ذلك في نهاية الفيديو. في القصة الأولى يحكى أن أحد أبناء الملوك في اليمن وهو وائل بن حجر قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام معلنا إسلامه، وكان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قد قال لأصحابه: يقدم عليكم بقية أبناء الملوك. فلما أتى وائل رحب به رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام الذي كان من كرمه النبوي أن يضع الناس موضعهم، يعني ينزلهم منازلهم من المقام الذي كانوا فيه قبل إسلامهم، فأعطى أرضا نظير ما ترك من الزعمة، يعني بحال اللي نقولوا كيكافئوا. وأرسل معه أحد الصحابة وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ليريه باش يوره تلك الأرض. وكان معاوية من الفقر ليس لديه نعال، يعني ما عندوش الصندلة، فقال لوائل: أردفني على الناقة، يعني أعطيني الناقة. فرد عليه: ليس شحا بالناقة ولكنك لست رديفا للملوك، يعني أنت ماشي في المقام ديال الملوك. فقال معاوية: إذن أعطيني نعالك، أعطيني الصندلة ديالك، مادام ما غادي نطلعنيش على الناقة أعطيني الصندلة ديالك. فرد: ليس شحا بالنعال ولكن لست ممن ينتعل نعال الملوك، يعني الله المستعان. ويدور الزمان وقد آلت الخلافة لسيدنا معاوية رضي الله عنه، وقد جاوز وائل بن حجر 80 من العمر، ودخل على معاوية وكان جالسا، يعني معاوية على كرسي الحكم، فقام من مكانه وأجلس وائل محله، يعني طلع ذاك الشيخ اللي هو معاوية وائل بن حجر في مكانه، يعني العرش، وذكره بما كان بينهما حين قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل، وأمر له بمال، فاستحيا وائل ورد المال وقال: من حلمك هذا وددت لو رجع بي الزمان فأحملك بين يدي هاتين، يعني ماشي نطلعك فوق الناقة أو نعطيك الصندالة ديالي، وإنما نهزك على كتفي أو بين يدي. والقصة الثانية: في أحد أماكن العمل اعتاد أحد المديرين يعني تتبع زلات بسيطة لإحدى الموظفات عنده، يحاسبها على الصغيرة والكبيرة كما يقولون، وهي بالذات دون باقي الموظفات الأخريات. وقد يكون يعني إما حسدا يعني من هذا المدير لأنها بارعة في العمل، أو قد يكون يعني نتيجة ديال إحساسه بالضعف يعني اتجاه الجودة ديال العمل ديالها وإتقانها للعمل وأدائها لمهمات الوظيفة ديالها. الشاهد عندنا أعزائي المشاهدين أن في تلك الدولة تغيرت الاستراتيجية في المنظومة لإعطاء المرأة دورا أكبر يعني في المجتمع، فتم اختيار تلك الموظفة لتكون أرفع منصبا من مديرها، تكون المديرة ديال المدير ديالها، وصارت هي من تحاسبه على التأخير، وهي من تكشف ما يكون عنده من تقصير، يعني كتشوف العمل ديالو واش مقصر في العمل ديالو ولا لا، وتلزمه بالرجوع لها في الأمر في كل صغيرة وكبيرة. وهكذا كان أمر دوران الدنيا. فالدنيا أعزائي المشاهدين لا تبقى على حال، يعني الدنيا دوارة، يعني ما تحسبش، ما تقولش بأنك راك سابق الناس أو لا الناس متأخرين عليك أو لا أنت متأخر على الناس، فالكل يمشي حسب السرعة أو على حسب الرزق اللي مكتب له الله في تلك اللحظة هذيك. يعني يقدر تشوف واحد سابقك وتدور الأيام وتبقى تينا سابقه، وبتخطرات تشوف بأن الناس بأنك تينا سابق الناس وتدور الأيام ويزقوا سابقينك. يعني هنا الإنسان خصو يعرف بأن الدنيا لا تبقى على حال والدنيا دوارة. أعزائي المشاهدين ما تنسوش لايك، بارتاج، خلونا معكم في التعليق. عندي عتاب لكم أعزائي المشاهدين، يعني للأسف يعني ما كاينش واحد التفاعل رغم يعني اننا كنشوفوا يعني كنشكروا الاعمال ديالنا، يعني كنشوفوا اننا كنعملوا شي حاجه يعني في المستوى، الا ان التفاعل للاسف يعني مقارنه مع التفاهه الله المستعان. السلام عليكم.
وهذا فضلا وليس أمرا.